اهو اللي في الصورة قدامك ده عزيزي المشاهد أبسط مثال للكائن الصرم، هو وأمثاله زي دويدار وزي الهجاص رضا عبد العال. اللي في الصورة ده وقت فوز مصر على بنين طلع اتكلم ومجد على لعيبة الزمالك اللي في المنتخب، وأبقد إن هو يذكر لعيبة الأهلي اللي كانت السبب في الفوز بتاع منتخب مصر على بنين، بخلاف إن هو مجد في صلاح وبرضه نسي اللعيبة اللي كانت سبب في الفوز بتاع منتخب مصر، رغم إنهم هم اللي جابوا الفوز لمنتخب مصر، إلا وإنه لم يذكر سيرة لاعب واحد فقط من اللي ساهموا في الاهداف. بلاش لعيبه الاهلي، لم يذكر اي لاعب من اللي ساهموا في الاهداف، لان هم بالفعل من لاعيبه النادي الاهلي. هم لعيبه الاهلي اللي انا عمري ما كنت بفكر ان انا ادخلها اهلي وزمالك، او ان انا اخلي المنتخب يقلب اهلي وزمالك، بس للاسف معانا ناس هجاصه بتصمم انها تلعب دور اهلي وزمالك جوه المنتخب، فناسى دور مروان عطيه وناسى دور ياسر ابراهيم، والجون اللي جابه وما اتكلمش عليه ولا جاب سيرته امين الاساس. دي العقليه يا صديقي اللي بتتعامل معاها في الاعلام وفي الصحافه وقنوات الزمالك وقنوات اي منافس ليك. دي عقليه الزملكاوي اللي بصرم يا صديقي، عشان تكون عارفها وتكون عارف مين الشخصيات دي، وهتلاقي منهم كتير قدامك كل ما يجي انجاز لمنتخب مصر باقدام لاعيبه الاهلي او باي قدم من لاعيبه نادي منافس ليهم، طالما مش حاجه تخص الزمالك هتلاقي النفسنه وهتلاقي الصورم اشتغل، لان هم شايفين دايما ان هم وحشين وعارفين ان اي حد تاني ناجح، بس اي حاجه تحصل لازم يطلعوا يوحشوا في التاني علشان يبانوا ان هم الاحسن حاجه وان هم الجامدين جدا. وده بيقول لك ان لعيبه الزمالك ملاش فيها.